قال حذيفة: قلت يا رسول الله فادع ربك ليهلك في حياتك. هذا رد على إخواننا بل أنفسنا الزنادقة الذين يسألون هذا السؤال من الشيعة والسنة: ليش الإمام والنبي ما قتل اللي يراد يقتل الزهراء من بعده؟ ما يصير، الدنيا ما راح تمشي بهالطريق، وإلا الله يقتل أي واحد وما ننزل، ماكو اختبار وفتنة. نفس السؤال. حذيفة يقول له: يا رسول الله ادعو عليه الآن يموت وانت بزمنك. فقال رسول الله: يا حذيفة لا أحب أن أجترئ على قضاء الله عز وجل لما قد سبق في علمه. أنا ما أريد أسبق قضاء الله، أشوف مشيئة الله، يعلمون كل شيء، لكن مو يجي يقتله، ما يصير. قضاء الله أن عبد الرحمن بن ملجم يقتل علي وعلي يعرفه، قضاء الله هذا بعد، هاي مشيئة الله. قال النبي: يا حذيفة لكني سألت الله عز وجل أن يجعل لليوم الذي يهلك فيه فضيلة على سائر الأيام، ليكون ذلك سنة يستن بها أحبائي وشيعة أهل بيتي ومحبيهم. فأوحى الله قائلا: يا محمد إنه كان في سابق علمي. الآن الله يتكلم مع النبي: إنه كان في سابق علمي أن تمسك أهل بيتك محن الدنيا وبلاؤها وظلم المنافقين والغاصبين من عبادي، من نصحت لهم وخانوك، ومحضت لهم وغشوك، وأرضيتهم وكذبوك، فإني بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على من يغصب بعدك عليا وصيك حقا 1000 باب من النيران، ولأصلينه وأصحابه قعرا يشرف عليه إبليس آدم فيلعنه. هذه عندنا رواية إبليس، الرواية تقول أن إبليس يأتي بزمام من نار في عنقه، وأن هنالك رجل شخص يأتي وعليه زمامين من نار، طوقين من نار، فيلتفت إبليس ويقول: ويلك، أنا الذي أضللت الناس، من أنت؟ يقول: أنا الذي قتلت العترة ومنعت حقهم للناس، أو منعتهم حقهم. عمر بن الخطاب. ولأجعلن، الله الآن يتكلم مع النبي: ولأجعلن ذلك المنافق عبرة في القيامة كفراعنة الأنبياء وأعداء الدين في المحشر، ولأحشرنهم وأولياءهم مسلم سني موحد وجميع الظلمة والمنافقين في جهنم. يا محمد يا محمد إن وصيك في منزلتك يمسه البلوى من فرعون وغاصبه الذي يشترئ ويبدل كلامي. الله تحريف المصحف. ويبدل كلامي، الله يتكلم الآن، يبدل كلامي ويبدل كلامي ويشرك بي ويصد الناس عن سبيلي وينصب من نفسه عجلا لأمتك. أبو بكر، عمر هو اللي نصب أبو بكر. وينصب لأمتك عجلا ويكفر بي في عرشي، إني قد أمرت ملائكتي في 7 سماوات وشيعتك ومحبيك أن يعيدوا في اليوم الذي أهلكته فيه، وأمرتهم أن ينصبوا كرسي كرامتي بإزاء البيت المعمور ويستغفرون لشيعتك ومحبينك من ولد آدم يا محمد. وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق في ذلك اليوم ولا يكتبوا شيئا من خطاياهم كرامة لك ولوصيك. يا محمد
إني قد جعلت ذلك اليوم يوم عيد لك ولأهل بيتك ولمن يتبعهم من المؤمنين وشيعتهم. الله يتكلم: وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلو مكاني لأحبون من يعيد. الله يتعهد بمن يعيد بهذا اليوم. طبعا العيد 3 أيام بالروايات، بعدكم به. خاف واحد اليوم يقول أنا ما أخذت حقي، ما عيدت، ما تبرعت، ما ساعدت، ما أطعمت، ما مثلا قدمت شيء للعائلة، لأن أكو أشياء راح نذكرها الآن. عندك 3 أيام، العيد 3 أيام. هذا الله يقول: وإني لأحبون من يعيد في هذا اليوم محتسبا في ثواب الحافين ولأشفعنه في ذويه رحمة ولأزيدن في ماله إن وسع على نفسه وعياله ولأعتقن من النار في كل حول في مثل ذلك اليوم 1000 من شيعتكم ومحبيكم ومواليكم ولأجعلن سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم مقبولا. قال حذيفة: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيت أم سلمة ورجعت عنه وأنا غير شاك في أمر عمر بن الخطاب.